احلى نكته دلوقتي نكته الانتخابات. هو يا جماعه المحترمين ما بقاش لهم مكان، وبقت الموضوع بقى كله بالفلوس وبالملايين ولا ايه؟ مصر لها رئيس محترم. الاحزاب توحشت وليهم مناديب في اللجان الانتخابيه، بياخدوا الورقه من الناخب قبل ما تخش الصندوق. السوشيال ميديا بقت مليانه فيديوهات عن الموضوع ده، والناس كلها بتتكلم، والمواطن الغلبان الفقير اللي ممكن ما يكونش فاهم، او اللي هم مفكرين ان هو مش فاهم. على فكره المواطن عارف كل حاجه، بس ما باليد حيله. هيعمل ايه؟ الشعب المصري كله دلوقتي بيناشد رئيس الجمهوريه، وامله في ربنا وفي رئيس الجمهوريه ان الانتخابات دي تتلغي. والموضوع بقى واضح جدا في الشارع وفي كل حته، بيشتروا الصوت ب 500 وب 300، وكمان ما بيدوش الناس الفلوس، لا بينصبوا عليهم كمان وما بيدوهمش الفلوس اللي هم اتفقوا معاهم عليها، اللي هو اساسا باع بلده وباع دايرته وباع كل حاجه، او مجلس النواب ب 500 جنيه وكمان ما خدهمش. الدنيا كلها بتتكلم دلوقتي، والاعلام المصري كله بيتكلم عن الموضوع ده، وكل الناس والاعلام المصري. عمرو اديب بيطالب كمان بالغاء الانتخابات، والرئيس السيسي طلع وقالها صريحه جدا: لو مش هتمشوا مظبوط الانتخابات هتتلغي. والناس مش فاهمه اي حاجه، بينضحك عليهم بشويه زيت وسكر وسمنه، ويرجعوا يقولوا المرشح ده كذا والمرشح ده كذا، وهم عارفين وواثقين مليون في المية ان المرشح اللي بيفوز بياخد الكرسي ومحدش بيشوفه تاني. لكن المرشحين المحترمين، الناس اللي عايزه تخدم الناس بجد، مش لاقيه لها مكان، لان في ملايين بتندفع يا جماعه. ومش احنا اللي بنقول كده، ده الواقع اللي بيقول كده، والفيديوهات وعلنيه. مرشحين مجلس النواب كلهم طالعين وعاملين فيديوهات عن الموضوع ده، ومصورين تصوير حي وواقعي جوه اللجان عن التزوير، ومصورين اماكن ومصورين حاجات، وكله بيتكلم. الناس كلها بتتكلم. الشعب المصري مش عايز حاجه غير انه ياخد حقه ويعيش في سلام. هو ده اللي هو عايزه. عايز نائب حقيقي يمثله، مش نائب يخش ينهبه. يعني هو الناس العامه اللي في الشارع بتقول المرشح اللي دفع كام مليون جنيه علشان ياخد كرسي في مجلس النواب او في مجلس الشورى، اكيد النائب ده هيجيب الفلوس دي منين؟ وهو بياخد ايه؟ والعائد المادي بتاعه ايه؟ هو هيستفاد بيها ازاي؟ وهيعمل ايه؟ بنناشد الهيئه الوطنيه للانتخابات والسيد رئيس الجمهوريه على راس الجمهوريه وعلى راس الكل ان هو يشوف حل في الموضوع ده، والناس كلها بتناشده ان هو يشوف حل في الموضوع ده ويلغي الانتخابات دي اساسا، لان الموضوع بقى فيه شك جامد قوي ومش هيتم. شكله كده مش هيتم. وفي انباء اساسا بتقول ان في فض المجلس الشورى ومجلس الشعب، او هو مجلس النواب. ربنا يسترها. بس مصر كلها والمصريين كلهم بقى يعملوا فيديوهات دلوقتي عن الانتخابات، وبيصوروا اللجان وبيصوروا الناس اللي خدت فلوس. الفيديوهات بقت ماليه الدنيا في كل حته، والناس عندها ثقه في اجهزه الدوله وفي رئيس الجمهوريه. الناس الشعب المصري بيحب رئيس الجمهوريه، واحنا كلنا بنحب رئيس الجمهوريه، وواثقين جدا في اجهزه الدوله، الاجهزه المسؤوله عن الانتخابات. لكن الموضوع كله بيخص المرشحين اللي دفعوا فلوس. الناس مش واثقه فيهم خلاص، الناس مش واثقه في المرشحين. الشعب كله بيطالب الجهات المعنيه واجهزه الدوله انها تشوف حل للمرشحين اللي بيدفعوا فلوس للناس في الشارع، وبيدفعوا فلوس لجهات معينه، واكيد الناس كلها فاهمه كل حاجه.